السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير. عواشر مباركه. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا كيك بالشوكولا والكراميل اللي كيجي زوين بزاف واقتصادي. ندوزو المكونات. عندي هنا 2 ديال البيضات درجه الحراره ديال الكوزينه، هنا غنزيد عليه نص كاس ديال السكر سنيده، 4 معالق ديال فاني، رشيشه ديال الملحه. غادي نخلطوا كلشي المكونات بالفوي او الطراب اليدوي. هنا غادي نبقى نحرك حتى يتخلطوا ليا المكونات كامله. هنا لا عندكم الباتور الكتريك من الاحسن ديروه هنايا باش ما تعياوش. صافي هنا غادي نخلط مزيان. هنا غادي نزيد الزيت، عندي هنا نص كاس ديال الزيت. غادي نبدا نزيد بشويه بشويه وانا كنخلط. هنا في بلاصه الفاني تقدروا تديروا القشور ديال الحامض او قشوره الليمون، يعني اي حاجه اللي متوفره عندكم تقدروا ديروها. هنا زدت نص كاس ديال الحليب، يعني حليب عادي. غادي نبدا نزيد في الدقيق. هنايا عندي تقريبا غندير 2 الكيسان. هنا درت الاول غربلته، ثم غادي نزيد الكاس الثاني. انا غادي نخلط هاد 2 كيسان. غنزيد معاهم الخميره ديال الحلوى من وزن 14 غرام او 16 غرام. هنايا راه كل كيس فيه 8 غرام، يعني 2 خمارات. غادي نغربلوهم. كما كتعرفوا النوعيه ديال الدقيق، كاين لا فاري اللي كتشرب وكاين لا فاري اللي يعني تقدروا ديروا 2 كيسان. تقدروا ديروا كتر، يعني غتزيدوا واحد 4 كاس. انا هنايا غادي نكتفي غير ب2 كيسان. يعني مازال خصني نزيد الكاكاو. هنا بغيت كيكه بالشوكولا، يعني ها هو القوام ديالها. هنايا راه خفيف شويه. هنا غنزيد 3 ديال المعالق كبار ديال الكاكاو. خديت هنايا نسكويك، نتوما تقدروا ديروا الكاكاو المر، يعني على حسب اللي موجود عندكم في الدار. صافي غادي نحركو. هنا درت غير 2 المعالق، بان ليا اللون شويه ما عاطيش كثر. صافي زدت واحد المعلقه. بالنسبه للنواشف دائما غربلوهم، يعني كيكونوا فيهم هذوك لي غران، كيخليو شويه كيجي شويه الكيك ما كيجيش مزيان. صافي ها هو لا تيكستور ديال الكيك كيجي على هذا الشكل. هنا خديت مول ديال الكيك، يعني دهنته بالزبده ورشيت عليه لا فارين كما كتشوفوا. هنا في بلاصه لا فارين تقدروا ديروا الكاكاو. انا درت غير لا فارين. ملي كتكون عندنا كيك ديال الشوكولا كندهنوه بالكاكاو باش كيجي حتى ملي كنبغيو نديموليوه كيجي ما كيجيش هذاك البيوديه ديال الدقيق باينه. هنا راه مشعل الفران على 180 درجه، يعني ما يعني يلا شعلته غير ملي بغيت نخوي هذا الخليط. صافي شعلت سميتو، يعني ماشي سخنته ولا، يعني كندخل انا دائما الكيك كندخلو في الفران كيكون بارد.
غادي ندخلو 180 درجه حتى اي واحد راه كيعرف يطيب الكيك ديالو. هنا غادي ندوز غادي نصايب الصوص كراميل. هنا تقريبا خديت كاس ديال السكر سنيده. هنا شعلت عليه عافيه مهيله حتى كيذوب ليا هذاك السكر سنيده، يعني حيت لا جهت العافيه يعني كيتحرق هذا السكر، يعني دائما تكون عافيه مهيله حتى كيبدا يذوب كامل. هنا الكيك ها هو بعد ما طاب انا خرجته، يعني درت جربته بالموس يعني بخرج لي ناشف. هنا غادي نخليه يبرد وغادي نكمل الكراميل. ها هو السكر سنيده بعد ما طاب، بعد ما دابت السنيده كامله. يعني خديت هنايا غير سباتول ديال العود باش غادي نحرك، يعني الا بقات شي حاجه هكا في السكر في القاع ولا شي حاجه صافي ملي كنحركها يعني كلشي داب. هنا كناخذ تقريبا عندي معلقه صغيره ديال الزبده، زبده نوعيه جيده. صافي غادي نحركها حتى تذوب. دائما البوطه تكون مهيله. غناخذ 2 كيسان ديال دانون نكهه الكراميل كما كتشوفوا. تقدروا حتى كان عندكم غير دانون عادي تا هو تقدروا ديروه. يعني نبقاو نحركوا فيه مزيان، يعني دائما البوطه كتكون مهيله. ها هو الكراميل ديالنا بعد ما وجد. هنا من ورا ملي كنديروا الدانون يعني كنحركوه تقريبا واحد 3 ديال الدقائق حتى ل5 صافي، وكنحبسوا عليه صافي. كنطفيو عليه البوطه ونفرغوه في شي زلافه باش يلا يبرد. ها صوص كراميل بعد ما وجد. يعني ها هي الصلصه ديال الكراميل. هنا في نفس الكاسرونه غادي نوجد كريمه الشوكولا اللي غادي ندير فيها نص ديال الحليب. غنزيد عليها نص كاس ديال سكر سنيده، ثم 2 المعالق كبار ديال مايزينا او نشا الذره، وغنزيد عليهم 2 المعالق كبار ديال الكاكاو المر. يعني بالنسبه للكاكاو ردوا البال راه كاين 2 الانواع ديال الكاكاو المر. يعني كاين واحد واحد يعني كيكون سبيسيال كيكون زوين، هذاك واحد الكاكاو كيكون في الماغون والاخر كيكون شويه حتى اللون ديالو ما كيكون زوين. هذا كيكون شويه باهت وكيكون ماشي بحال فديك المروره بزاف ديال الكاكاو الاخر. يعني ملي تكونوا غتشريوه غير سولوا دائما على الكاكاو، قولوا ليه اللي كاين واحد المهم دا فيه لي كاليتي هما، قولوا لي دائما الكاليتي المزيانه غير من لا كولور ديالها راه كتبان.
هنا غادي نخلي الكريمه ديالنا ديال الشوكولا كطيب، ونبقاو نحركوا فيها مزيان. يعني راه حيت فيها المايزينا، يعني غتجي بحال الشكل ديال لا كريم باتيسير. هنا غادي ناخذ بحال هذا الشكل ديال هذا العود هذه ديال العسل، هي باش غادي نبيكي الكيك ديالي. يعني غندير هكا فراغات. هذه هاد الثقب هنايا هما اللي غادي نعمر بهم غندير فيهم الكراميل. هنايا شعلت على ماشي شعلت، انا كنت ديجا مشعله، يعني غير كنت مهله البوطه. دائما ديروا البوطه تكون مهيله باش نتحصلوا على واحد لا كريم ليس. يعني وما نزقوش من التحراك، ضروري تكون عندنا فوي هكا، فهمتي، نبقاو نخلطوا هكا باش نتحصلوا على واحد الكريمه تكون رطبه. يعني الغاليه الاولى صافي كنطفي عليها. هنا خديت تقريبا واحد 50 غرام ديال الشوكولا سبيسيال، يعني نوعيتها هي جيده، يعني شوكولا غيش. كنضيفها على الخليط بعد ما كنطفي عليه، كنضيفها عليه باش كيبنن ليا هذيك الكريمه، هاد الشوكولا. صافي، يعني هذاك الشوكولا راه كيذوب ليا غير في السخونيه. يعني ها الكريمه واجده. هنا غادي ندوز ناخذ الصوص كراميل بعد ما برد شويه. غادي نبدا نعمر به الثقب اللي اولا دوك الفراغات اللي درت. هنا تقدروا ديروا هاد الصوص كراميل ديروه في واحد البوش، يعني يكون جوتابل، وتبداو باش تجيكم العمليه سهله ملي تكونوا كتعمروا في هذوك الفراغات. هنا بعد ما عمرت كل شيء غادي نخوي عليه الصلصه ديال الشوكولا. هنا من الاحسن ما ديروش الغلط اللي درت انا، يكون عندكم المول اللي كيتحل. انا ما عنديش هنايا المول، ما كانش متوفر عندي. يعني خديت غير هذا المول اللي طيبت فيه نيت الكيك، هو اللي درت فيه هاد الصلصه. يعني شويه محنتني، ولكن من الاحسن نتوما ديروا في هكا هكا كدوك المول اللي كيتحلوا كيتسدوا هذوك، يعني زوينين، وغتجيكم حتى ملي تبغوا ديمولي وغتجيكم سهله. هنا بعد ما خويت الكريمه ديال الشوكولا، يعني غادي نخليها حتى تبرد شويه. ومن الاحسن هاد الصلصه ديال اولا هاد الكريم ديال الشوكولا، هاد الكريمه ديروها بعد ما تطفيو عليها. يعني ما حتى هي بحال شكل ديال لا كريم باتيسير، يعني حتى هي فهمتي دغيا كتكون شاده، دغيا شنو نقول لكم كتعقاد. انا صافي غادي نسرح بشي معلقه ولا بشي حاجه. صافي نقاد ليها داك الفوقاني ولا نخبطها شويه باش تاخذ هذيك لا فورم تكون متساويه من الفوق. هنايا ما خليتها حتى بردت شويه صافي، وحكيت عليها هكا الشوكولا كما كتشوفوا، وخليت شويه ديال صوص كراميل من جناب. سوبودريت عليها شويه ديال سكر كلاصي، وفي الوسط درت عليها واحد الخطوط ديال صوص كراميل. يعني انا حاجه وحده اللي غادي نقول لكم عليها، هي ديروها في المول اللي كيتحل باش تجيكم مقاده، تجيكم زوينه، وكتجيكم حتى سهله في هذا ملي تكونوا كديموليو فيها. يعني ها الكاك ديالنا بعد ما وجد، ها الشكل ديالو. يعني كل واحد ويزين على حسب الطريقه ديالو. هنا غادي نقطع معكم مورسو وتشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. يعني هاد الكيك بصراحه زوين، واخا فيه شويه ديال كل مره كتصايبيها تصايبي صوص كراميل، تصايبي الكريمه ديال الشوكولا وداكشي، ولكن كيستاهل بصراحه، كيجي زوين. هنا كما قلت لكم غادي نقطعوا مورسو، تشوفوا من الداخل كيفاش كتجي.
يعني شوفوا الداخل ديال الكيك كيفاش كتجي، يعني هادوك الفراغات كيجيو زوينين بزاف، كيجي فيهم هذاك الكراميل يعني باين. يعني كنتمنى غير جربوها وانا متاكده غادي تعجبكم. يعني دائما كنقول لكم غير جربوها وانا متاكده غادي تعجبكم. يعني شوفوا هنايا دوك الفراغات اللي درنا، يعني راه كيجيو عامرين بالكراميل، كيجي زوين، كتجي بصراحه زوينه بزاف. حتى الطبقه ديال الكريمه ديال الشوكولا هي بصراحه كتجي زوينه. يعني هاد الكيك كتجي معلكه هاد الكيك بصراحه. انا غديروها على حسابي. ولا عجبكم الفيديو ديروا جيم وتابوناو في القناه باش يوصلكم كل جديد. كنشكركم على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. يلا بسلام عليكم وعواشركم مباركه. الله يدخل عليكم سيدنا رمضان بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو يا ربي.